فلسفة لها غاية وحكمة عظيمة، وهي ماذا؟ وهي أن إنكار المنكر ومحبة المعروف ليس في الحدث المعاصر لك أيها الإنسان. لا تشتبه تقرأ الرسالة العملية والكتاب الفقهي وتحصر إنكار المنكر في القلب فقط في عصرك. في منكر أعظم مما يجري في عصرك، منكر لا زال يرفد البشرية بالنجاسات وبالويلات وبسفك الدماء. أنكر المنكرات، لا زال يرفد البشرية بهذه الأمور، لا زال يشوه صورة الإسلام، لا زال سدا أمام انتشار نور الإسلام الحقيقي. أي منكر أنت تفكر في عصرك أكبر من ذلك المنكر الذي مضى عنك قرون ولا زال سدا منيعا عن انتشار الإسلام؟ وليش عدم انتشار الإسلام ظلم في حق البشرية، ظلم في حق المشروع الإلهي. هذا المنكر لا زال هو عصيا عقبة كؤود أمام انتشار الإسلام. وكيف هذا المنكر بهذا الحجم أنت ما عندك موقف مسؤول عنه؟ لا نقول الفتنة بين البشر والمسلمين، لا يغالط أحد، لا ينتبه أحد، بالعكس منهج أهل البيت هو إنقاذ البشر بأن تعرف المنكر منكر وتنقذ البشر من هذا المنكر برأفة وبلين. هذه مو دعوة إلى الافتتان بين البشر، لا يتوهم أحد. ليس معنى من أبغض عمل قوم يعني راح ذهب وسفك دماءهم، لا ينتهج نهجهم ليرشدهم ليهديهم لينصحهم عن الغواية في هذا الباطل. هو لا يتمالى، لا يداريهم، لا يغشهم بأن منكركم لا منكر مو مليارد، مو منكركم لا متناهي، منكركم 10%. هذه مشاركة في الجريمة، صراحة مشاركة بحسب قواعد الفقه وبحسب قواعد الكلام. يا أخوان، درجة هذه معنى البراءة. البراءة مو معنى افتتان، مو معنى اقتتال. ذكرت هذا المثال مرارا كرارا الآن في فطرة البشر، دائما نأتي بلغات عصرية لكي يفهمها أهل العصر، وهذا ضروري. الآن منظمة الأمم المتحدة لو تراجعونها يا أخوان بعد الحرب العالمية الثانية أو في العقود الأربعة الأخيرة، المواقف والبيانات التي تصدرها في الإدانة أضعاف مضاعفة لغة الأمم المتحدة عن التضامن أو التشجيع. الإدانة يعني ماذا؟ الإدانة ماذا؟ هي لغة اللعن، يعني هي لغة التكفير، مو التكفير الداعشي. التكفير يعني التضليل. أنت لما الدين منهج وفكر يعني ماذا؟ يعني تقول هذا الفكر ضال. هل لما الأمم المتحدة تقول الإرهاب فكر مدان يعني تستبيح دماءهم؟ لا. تريد فتنة بين البشر؟ لا، لكن تريد تنقذ البشر، ما يصير تغش البشر. أيها البشر، الفكر الإرهابي مدان، الفكر النازي مدان، باطل، يجرم، يجب أن لا نسعى لنشره، يجب أن لا نهادنه، يجب أن لا نلاين معه لين، لا، يجب الوقوف أمامه. فكر النازي، فكر العنصري، هذا معنى الإدانة يا أخوان. التكفير، أصحاب الانحراف حرفوا معنى التكفير أو معنى اللعن، هو هذا معنى يعني الإدانة، يعني حكم الباطل، تقبيح القبيح. نلخص المطلب.